السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ مفيش مونتاج، مفيش تصنع، مفيش بسطول، مفيش اي حاجة النهاردة يا صديقي غير كلام من القلب للقلب كعادتنا يا صديقي هنا، عشان نفهمك حديث خطير جدا يفهمنا حاجات كتير قوي النهاردة بتدور حوالينا يا صديقي. هموم ومشاغل الدنيا، مال، اهل، بيت، شقة، وجع دماغ، وجع قلب، وحاجات كتير قوي حوالينا يا صديقي. الواحد عايز يفهمها، والواحد عايز يريح قلبه، الواحد عاوز إلى الطريق اللي يقدر يوصل بيه للجنة. لو ليه وقفات يا صديقي فأنا ممكن أكون باخد نفس أو يعني عشان ما فيش مونتاج كده النهاردة، فعديها يا صديقي. انشر المقطع يا صديقي لأقدر عدد ممكن من الناس عشان الخير يعم وينتشر. اسمع بقى كده مع صديقي. بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك فارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. عش ما شئت فإنك ميت. بص يا صديقي، حقيقة علمية مثبتة إن كل حي في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى إلى فناء، موت. قرن الفناء بنا، فما يبقى العزيز ولا الذليل. خلي بالك يا صديقي، فما يبقى العزيز ولا الذليل. الكل هيموت يا صديقي، الكل هيموت. فعش ما شئت فإنك ميت. هتعيش كام سنة؟ 50 60 100 200؟ كلنا هنموت يا صديقي، مهما عشنا هنموت. عش ما شئت فإنك ميت. فأنت تختار يا صديقي، هتختار الدنيا 50 60 100 سنة تعيشهم بدماغك وهواك، وفي الآخرة هتتمنى اللي أنت تموت وأنت في نار جهنم. تقعد تشوف هتقعد كام سنة هناك، كام سنة إلى ما لا نهاية، خلود. هتختار الدنيا الزائلة الفانية دي، ولا هتختار الخلود في الجنة؟ اختار يا صديقي. هتختار تعيش دلوقتي في هواك وبعد كده تخش النيران، ولا هتختار تعيش دلوقتي بالكتاب والسنة وطاعة المولى سبحانه وتعالى، ويوم القيامة تخش الجنة؟ اختار يا صديقي، لان ده بجد الاختيار الحقيقي، ده مستقبلك الحقيقي. فوقك بقى من اللي يقعد يقول لك ايه، يلا نأمن مستقبلنا. ايوه ماشي يا صديقي، امن مستقبلك في الدنيا، وامن مستقبل عيالك، وامن مستقبل عيالك. انا عارف الحوارات دي، بس يا صديقي امن مستقبلك الحقيقي. امن مستقبلك الحقيقي. ما فيش حد يا صديقي هيديك حسنات يوم القيامه يا صديقي. ما فيش حد هيجي يعطف عليك يا صديقي. كل واحد هيخش الجنه بعمله. قبل كده هيخش برحمه ربنا انا عارف، بس لازم العمل. اوعى، اوعى تقول عشان اخش برحمه ربنا انا اقعد وما اعملش حاجه ولا اصلي ولا اعمل اي حاجه. لا يا صديقي، العمل سبب ان ربنا يديك رحمته. اوعى، اوعى تغرك رحمه ربنا وغرك غفران ربنا. عارف ان مفيش حد يخش الجنه الا برحمه ربنا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. بس يا صديقي، بس يا صديقي ما تقولش انا مش هعمل حاجه وربنا دخلني الجنه برحمته. يعني عيب عليك برضه. اللي عمل ده سبب ان ربنا يديك رحمته ويديك الجنه. مش كده ولا يا صديقي؟ مش كده ولا ايه؟ وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه: احبب من شئت فانك مفارقه. مال بقى، اهل، بيت، شقه، فلوس، مع ان المال هو الفلوس بس ماشي. بص يا صديقي، اي حاجه في الحياه، اي حاجه في الحياه هتحبها، اه، بعد كده يا اما انت هتسيبها يا اما هي اللي هتسيبك. صح ولا لا؟ كلنا هنسيب بعض يا صديقي، كلنا هنموت. فاحبب من شئت، احبب ما شئت فانك مفارقه. خلي بالك يا صديقي ان ده يحط لك قاعده في حياتك، اللي انت ما تتعلقش غير بالباقي، الله سبحانه وتعالى. اوعى تتعلق، اوعى تتعلق بمخلوق، لان المخلوق ده في يوم من الايام الى فناء. مهما كان المخلوق ده يا صديقي الى فناء، الى فناء. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه: واعمل ما شئت فانك مجزي به. حلو بقى، وحش، خير، شر، كل حاجه تتجزي بيها يا صديقي. كل حاجه عملتها في هذه الحياه ستجازى عنها يوم القيامه. اوعى تفتكر ان عملك ده تقدر تهرب بيه من حساب ربنا. لا، كلنا نتحاسب يا صديقي، كلنا نتحاسب على الصغيره والكبيره. ربنا بيقول لك في كتابه العزيز: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فربنا ما بيظلمش حد يا صديقي. فاعمل ما شئت فإنك مجزي به. شوف انت عايز يكون جزائك عامل ازاي، وعلى اساس الفكرة دي اعمل اللي انت عاوزه يا صديقي. وده يعني ربنا اوحى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين طبعا اللي هو ان هو الا وحي يوحى. فبيقول لك ايه:
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني اعمل اللي انت عاوزه لو انت ما عندكش حياء من ربنا. فاعمل اللي انت عاوزه يا صديقي. بص بقى، عاوز تسرق، تنهب، تطيع ربنا، تطيع ربنا كويس، تعصي ربنا براحتك يا معلم. انت حر في هذه الحياة بإرادتك واختيارك، تختار اللي انت عاوزه. بس اتأكد وخلي عندك يقين بنسبة 700 مليون% اللي انت اللي هتختاره دلوقتي هو هيكون مصيرك يوم القيامة. هو هيكون مصيرك يوم القيامة. يعني بص بقى، أبو العتهية متعنا ببيت جميل جدا 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 جدا. يقول لك ايه على مشاهد يوم القيامة بقى وبتاع وكده. يقول لك أبو العتاهية يقول لك يا صديقي: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك نسيت البيت يا صديقي، نسيتني البيت يا صديقي، والله العظيم ما ينفع الكلام ده. يقول لك ايه بقى يا صديقي؟ يقول لك: طفل الملوك هناك طفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كمطر متشابهون على قبور حافية، أعمالنا تعلي وتخفض شأننا وحسابنا بالحق يوم الغاشية، حور وأنهار قصور عالية وجهنم تصلى ونار حامية، فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية. فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية. يعني اختار اللي انت عاوزه دلوقتي عشان انت لسه في الحياة ولسه قدامك فرصة تختار قبل ما يجي يوم تندم، في يوم لا ينفع فيه الندم يا صديقي. فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية، فغدا مصيرك، بكرة مصيرك يا صديقي، لا تراجع بعده. اما جنان الخلد اللي انت هتختارها، واما الهوى اللي انت برضه هتختارها. هتقول لي حد يختار النار؟ اقول لك ايوه يا صديقي، ايوه يا صديقي، ممكن تختار النار باعمالك، وممكن تختار النار بذنوبك، وممكن تختار النار بحاجات كتير قوي يا صديقي. فاختر الجنه يا صديقي، واختار طريق ربنا يا صديقي. خليك متاكد ومتيقن ان انت هتموت في يوم من الايام، واللي انت هتفارق اللي انت بتحبه، واللي انت هتتحاسب على اللي انت عملته. فخلي بالك يا صديقي من كل الكلام ده. انا يعني والله هحاول اكتر ان شاء الله من الفيديوهات دي اللي احنا نتكلم فيها من القلب القلب كده يا صديقي، ونعمل سلسله من البصيره للبصيره لحاجه ان شاء الله كده يا صديقي، عشان فعلا الحاجات دي الواحد بيطلع فيها كده ايه، حاجات كده نعم بنقف في النص وبتاع لحد ما نفتكر. لا مش محضرين والله يا صديقي، والله العظيم ما محضرين يا صديقي، بس هنعمل ايه بقى، يلا الحمد لله. المهم يا صديقي، يعني بص بقى في النهايه كده عايزين نقول لك كده ايه حكمه كده، يعني من آه، من انا بص مش هقول لك يا حكيم ده، لا مش حكمه والله، حاجه كده ايه مستخلصينها يعني من تجاربنا البسيطه جدا 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 في هذه الحياه. الدنيا يا صديقي ما هي الا محطه، ما هي الا، عارف انت كده يا صديقي. اقول لك بص، دلوقتي لما تروح تركب قطر مش بتقعد في المحطه، صح ولا لا؟ استنى القطر، صح؟ القطر اللي بيوصلك لفين؟ للمكان اللي انت عاوز تروح، صح ولا لا؟ يبقى احنا كده الدنيا دي المحطه مش القطر، لا 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 المحطه. القطر ده اللي هو ايه، البرزخ، الحياه اللي تحت التراب، اللي انا وانت هنعيش يا صديقي، وهنبقى مائده للدود يا صديقي. يعني محقق علماء صديقي اللي احنا بنسبة كبيرة هنكون مائدة للدود. فالتكبر ده صديقي كده في التلاجة عشان والله مش وقته دلوقتي خالص. اما بقى الحياة الاخرى فهي المكان اللي انت عاوز تروح. شوف بقى يا صديقي، انت عاوز تروح الجنة ولا عاوز تروح النار؟ هتقول لي يعني وحد يختار النار؟ اقول لك لا، ايوه يا صديقي، ايوه في ناس بتختار الجنة بقى، في النار، في ناس بتختار النار بارادتها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كل من تدخل الجنة الا من ابى، قال ما يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. هيرفض الجنه برضه، صح ولا صح؟ احنا الحمد لله كنا اتكلمنا يعني في الموضوع ده على الفيديو عندنا في القناه باستفاضه اكتر يعني. وفي النهايه صديقي يعني بقول لك: احبب من شئت فانك مفارقه، وعش ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي به. وبس كده يا صديقي عشان ما اطولش عليك، ده كان فيديو كده يعني خلاص بقى، انا هعتمد بقى من البصيره كده. قلنا رايك في التعليقات يا صديقي، عايزين نكمل في الحوار ده لا؟ وبس كده يا صديقي، اسال الله ان عنكم المهم شرحنا لكم صدور صدقاتنا وقاتكم، فانه هو الحي القيوم، وانا من فيه يحبكم فانه علام الغيوب. كان من توفيق فمن الله، كان من خطا فمني ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.